هو انا ليه كل يوم اصحى ظهري بيتخشب واول نص ساعه مش عارف اتحرك؟ علشان أنا موجود يا دكتور. أنا التيبس الفقاري. تيبس يعني شد عضلي؟ لا، أنا أعمق من كده. أنا التهاب مزمن يا دكتور، بصيب العمود الفقاري والمفاصل اللي حوالينه. مش فاهم يعني ايه مزمن؟ هتفضل مكمل معايا طول حياتي ولا ايه؟ أيوة يا دكتور، أنا مش يومين وهمشي. أنا ببدأ تدريجي وبعمل ألم أسفل الظهر، تيبس الصبح، يتحسن بالحركة ويسوق مع الراحة. غريبه، يعني الحركه بتريحني؟ وده الفرق بيني وبين ألم العضلات العادي. طب ولو سبتك هتعمل ايه؟ مع الوقت أخلي الفقرات تقرب من بعض وأحياناً تلزق، والظهر يبقى أقل مرونة والانحناء يزيد يعني ممكن تثبت الظهر؟ لو ما اتعالجتش بدري. طب وانت بتيجي لي اصلا؟ مناعة بتهاجم المفاصل غالباً في سن صغير، خصوصاً الرجالة، وأحياناً ليه علاقة بعامل وراثي اسمه HLA-B27. طب والحل ايه؟ تشخيص بدري، أدوية تقلل الالتهاب، تمارين إطالة يومية، حركة مستمرة، وعلاج طبيعي. يعني قصدك كده ان القعده لفترات طويله غلط؟ بالنسبة لي دي أحسن فرصة علشان أزيد. فزي ما سمعتوا، لو انت عندك الم اسفل الظهر بقاله شهور وبيتحسن بالحركه وبيسوق بالراحه، خصوصا بقى لو سنك اقل من 40 سنه، فما تستهونش، ممكن يكون عندك تيبس فقاري. أنا بخاف من التشخيص المبكر. التيبس الفقاري مش مجرد وجع ظهر، الوعي بدري ممكن يحافظ على ظهرك مستقيم وتعيش حياه طبيعيه. وما تنسوش تعملوا فولو للدكتور، لأن من غيره مش هتكونوا عارفين عني حاجة. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.